السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ نوال خالي من الغلوتين. اليوم جبت لكم وصفة بثلاث مكونات كما راكم تشوفوا، سهلة وبسيطة ونحتاجوها في الحلويات المقبلة إن شاء الله مع بعض. اللي هي سوبر كريم. هاد السوبر كريم تتباع في المحلات، يعني كي تروحوا للمحلات اللي يبيعوا لي غاتو تقولوا له عطينا سوبر كريم يعطيها لكم. حنا حين نخدموها في المنزل، يعني بمواد طبيعية ومتوفرة في كل بيت. بما انه رانا في موسم الفراولة، انا اخترت نعملها لكم بذوق الفراولة. نبداو على بركة الله. عندي هنا 200، عندي 400 غرام فراولة، غسلتها وقطعتها وحطيت معاها نصف مقدارها سكر. تقريبا خليتها 6 ساعات. نعاود، يعني مقدار الفراولة نحطو النصف تاعو سكر. خليتها تقريبا نصف ساعة، 6 ساعات. خرجت لي هاد لو جو كامل بلا ما ضفت اي، يعني بلا ما ضفت الماء. هذا لو جو تاعها. اذا نحطو في الكاسرول تاعي. بهذه الطريقه نحط له دو ترونش تاع ليمون ونحطها على النار لمده 10 دقائق. كي تبدا تغلي نحسب لها 10 دقائق ونطفي. اذا بعد ما خليتها غلات لي لمده تقريبا 10 دقائق او اقل، نحي لي ترونش تاعي تاع الليمون ونجيب الاداه اللي نمعسو بها البطاطا، او تقدروا ترحيوها في الروبو. يعني انا نعطيكم اسهل طريقه والاختيار يبقى لكم. اذا نحاول نمعس، يعني نخرج هذاك الفراوله، نخرج منها يعني على قد ما نقدر السائل نتاعها، وباش يمد لي النكهه مليح بهذه الطريقه. اذا انا راني معستها مليح. نجيب مصفات ونصفي السيرو اللي خرج لي من الفراوله نتاعي بهذه الطريقه. في هذه المرحله تقدروا يعني المركز الليمون راهو يتخدم بنفس الطريقه تقريبا. راح نخدمه معكم مستقبلا ان شاء الله، باش نديروا به نكهو به الحلويات ونعملوا به جو طبيعي، خير من نشريوه من برا. راح تقولوا لي اخت نوال هذه لاصوص هذه او سوبر كريم هذه الواش؟ راح نقول لكم هي بديل للمربى. يعني هي بديل للمربى. نقدروا نخدموها ونخبيوها في كونجيلاتور. انا شخصيا نخبيها في كونجيلاتور، ووقت ما نحب نستعملها نجبدها، نستعملها عادي في الحلويات والتزيين، التحليات، تزيين الكيكات، لصق بها الصابلي. يعني عندها، انا نصفيها مليح. اذا راح نتحصلوا على هذا لو سيرو اللي يخرج لنا من الفراوله، وهذا اللي يبقى لي في المصفات هذا يعتبر مربى، يعني ناكلوه او يعني ناكلوه عادي. انا هنا عاودت رجعت لو سيرو نتاعي في الكاسرول تاعي. نجيب المايزينا اللي هي ملعقه كبيره ونصف، ندوبها في تقريبا ربع، قليل من الماء، تقريبا واحد الربع كاس ماء. ندوبها مليح ونصبها فوق لو سيرو تاعي بهذه الطريقه، ونرجعها على النار. تكون يعني خفيفه النار حتى تعقد لي الكريمه او لاصوص تاعي. اذا بعد ما طابت لي سوبر كريم تاعنا او الكريم تاعنا، راح نتحصلوا على هاد القوام، وهي راهي سخونه دركا. كي تبرد راح تزيد تجمد. واذا احتجتوها سائله اكثر من هكذا خفوها بشويه ما فقط. راح يعني حسب الوصفه وحسب الرغبه. يعني ما شاء الله يعني جات. اذا انا نحطها تبرد ونشوفوها في الاخير. اذا بعد ما بردت سوبر كريم تاعنا، هذا هو القوام تاعها. اذا كما راكم تلاحظوا تجي ما شاء الله. هذه نزينوا بها الكيكات، نلصقوا بها الصابلي، التحليات.
يعني عندها عدة استعمالات واقتصادية. كما راكم شفتوا ما خداتش منا مواد بزاف. الاحتفاظ بها يكون من الأحسن في الثلاجة، بليتو في المجمد، يعني في الكونجيلاتور. انا شخصيا نحتفظ بها في الكونجيلاتور. في الثلاجة من تحت راح تقعد يعني حوالي شهر، لكن في المجمد راح تقعد قريب عام. انا دائما من العام للعام تلحق وحده على اختها. نتمنى تكون عجبتكم طريقتي في صنع سوبر كريم بذوق الفراولة، وتجربوها وتنجحوا فيها. وما تنسونيش في جيم ولايك وتعليق. نخليكم إلى الملتقى مع وصفة قادمة وجديدة وبدون غلوتين. في أمان الله.